مع بعض النهارده الباميه بطريقه سهله وبسيطه جدا. معايا بصلتين كبار متقطعين بالشكل ده، يا اما في الكبه تفرموهم، يا اما على ايديكم تقطعيهم بايديكي قطع صغيره بالشكل ده. معايا راس توم مفروم، معايا صلصه طماطم اهي بالشكل ده، ومعايا كيسين باميه مجمده. ممكن تعملوها باميه فريش عادي تجيبوها وتعملوها، بس انا مش عندي باميه فاشتريت باميه مجمده. لما تيجوا تشتروا الباميه اشتروا رقمها 0 أو 1، اللي هي الباميه اللي بتبقى صغيره. يعني معايا حوالي كيلو باميه هعمل بيها، هوريكم الطريقه اللي هشتغل بيها. يلا يا ريت تبصوا معايا دلوقتي هشوفوا هعمل ايه. اهو هنجيب حله ونحط فيها معلقتين سمنه على حبه زيت. ممكن تستغنوا عن السمنه وتحطوا زيت، بس ممكن تحطوا زبده اللي يريحكم خالص خالص. انا بسبك صلصه كتيره وبشيل كميه منها في الفريزر، وباخد على قد الطبخه بتاعتي اللي هستخدمه في الطبخه بتاعتي. ده بيوفر عليا وقت كبير جدا. فانا بعمل ايه اهو، هعمل كميه دلوقتي ضعف اللي انا قلتها لكم، عشان هشيل الباقي عندي في الفريزر وهاخد على قد الطبخه بتاعتي. هنسيبهم اهو السمنه تسيح كده مع الزيت، وننزل بقى بالبصل بتاعنا. هننزل بقى بالبصل بتاعنا اهو. وابدا بقى اصفر البصلايه بتاعتي، اعلي عليها النار واقلب لغايه لما البصله بتاعتي تقرب تصفر. هنزل بالثوم اهو، انا معاكم خطوه بخطوه. اقلب اهو، سيبها بس لغايه اما الزيت والسمنه يسخنوا وتبدا تحمر. ابدا اقلب فيها. البصل بدا يدبل او يصفر، هنزل بقى عندي الثوم بتاعي المفروم. اهو ونبدا بقى نديله تشويحه برده مع البصل لغايه اما يصفر كده هو والبصل مع بعض. نقلبهم بقى لغايه هما الاثنين ما ياخدوا لون اصفر جميل كده مع بعض. نبدا ننزل عندي بصلصه الطماطم، اقلب فيهم وبعدين اوريكم شكلهم بقى ولونهم بقى عامل ازاي. والبصل والثوم بيتشوحوا كده، هنزل معايا التوابل بتاعتي. معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسمر اهو، وسنه صغيره حبهان. انا كده كده هزود شوربه فمش هحط توابل تانية. هحط الملح بقى لما اجي احط الطماطم، هقوم حاطه الملح بس. الفلفل مع رشه الحبهان دولت هتدي البصل والتسبيكه بتاعتي ريحه جميله جدا. بس سيبهم شويه كده لغايه ما لونهم يصفر. شايفين لونها كده اهي، البصله اصفرت معايا وبقى لونها جميل، هي والثوم اصفروا خدوا لون اهو. انا بحب انزل بقى برشه بابريكا كده عشان تخلي الطماطم لونها احمر وحلو، تدي طعم حلو برضه. احط رشه بابريكا عاديه، مش بابريكا مدخنه، بابريكا عاديه اهي. نقلب كده وتدي لون احمر وجميل وتدي نكهه حلوه برضه. البابريكا دي اختياري طبعا، اللي مش حابب ما يحطش. بس ننزل معايا كده. انا بحب احط معلقه صلصه كبيره كده قبل ما اسقط صلصه الطماطم. معلقه صلصه جاهزه اهي، بتخلي برضو اللون احمر، بحيث ان الطماطم اصلا ساعات بتبقى مش حمرا قوي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. نسيب البصل مع صلصه الطماطم دول دقيقتين كده اهو، وننزل بقى بالطماطم، عصير الطماطم بتاعنا. ننزل بعصير الطماطم بتاعنا. طبعا دي طماطم مش مخففاها بميه ولا اي حاجه. نقلب بقى بالشكل ده، ووطي بقى النار، هدي النار كده. انا كنت معليه عشان الثوم والبصل يحمر بسرعه. نقلب
اهو. هننزل بقى بالملح بتاعنا اهو. طبعا مش هتكتروا ملح عشان احنا هنحط شوربه، فبنحط بس ايه، انا حاطه بس هيقلكوا انه كتير عشان انا مزوده الكميه. طبعا انتوا مش هتحطوا كل الكميه دي، هنسيبها ناقصه ملح حبه عشان هنزودها شوربه. بعد ما نزودها الشوربه بقى نظبط ايه ملحها، بس ايه وندوقها ونظبط ملحها اهو بالشكل ده. معانا كمان هحط رشه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. هنحط بقى رشه سكر اهي، رشه بسيطه كده عشان ايه الحموضه بتاعه الملح. بس كده. وهنغطي الحله بقى ونوطي عليها، نسيبها على نار متوسطه كده ونغطي عليها بقى لغايه لما تتسبك معايا خالص. انا هغطيها واغطي عليها واوريكم شكلها بعد ما يتسبك معايا هيبقى عامل ازاي. ده شكل الصلصه اهي بعد ما اتسبكت. هنقصها بقى في حله صغيره، اعمل على قد الطبخه بتاعتي، والباقي هشيله في الفريزر. اهي الصلصه بتاعتي اهي. هبدا احط بقى الشوربه عليها، شوربه فراخ او شوربه لحمه براحتكم خالص اهي. احط الشوربه بالشكل ده اهو. بالنسبه للباميه اهو بحط قرن الشطه كده. بحط قرن الشطه ده اختياري يعني، هو بيديها كده نكهه حلوه. وما تستوي هنشيله منها. كمان في تكايه في الباميه بقى، انا بسيب معلقه توم ني بسقطها مع الباميه وانا جايه اسقط الباميه بعد ما ازود الشوربه اهو. بنزل بيها كده معلقه توم مفروم ني من التوم اللي فرمته، بشيلها على جنب، واما باجي اسقط الباميه بنزلها مع الباميه كده. نسقط بقى الباميه اهو كده بقى اللي اهو. ونقلبها بقى ونسيبها ايه، هي تحتاج شوربه تاني بس انا هسيبها شويه كده في الصلصه تغلي الباميه وتاخد طعم الصلصه، وبعدين هزودها حبه شوربه تاني تغلي غلوتين، وبعدين هنزودها حبه شوربه تاني. هغطي عليها بقى واسيبها تغلي غلوتين، وبعدين ازودها شوربه تاني واسيبها بقى اغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. بس كده بسيطه خالص مفيهاش اي حاجه. ادي شكل الباميه اهي بعد ما استوت، جميله جدا جدا. جربوها وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتابعوا كل وصفاتي. اشوفكم على خير يا حبايبي، مع السلامه.